السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مريم، وبعمل فيديوهات بوعي فيها عن المرض. ناس كتير بتدخل تقولي ايه اسباب الفشل، انت جالك فشل ازاي؟ طب انت ليه ما زرعتيش؟ واحده واحده يا جماعه. اول حاجه اسباب الفشل حاجات كتير: ذئبه، سكر، ضغط، مريض بروستاتا، عندك حصوة على الكلى ممكن تنزل في الحالب يعمل انسداد، البول يرجع للكلى، فشل كلوي. وحاجات تانية، مسكنات، كتر مسكنات، يعني ده برضو سبب من اسباب الفشل الكلوي. طب اعرف اتابع ازاي؟ اعمل ازاي؟ ايه الدنيا؟ على طول بقولها: تابعة دورية، تحاليل كل 6 شهور، تتابعي، تعملي وظائف كلى وتتابعي. لو شكيتي في نفسك في اي حاجة صغيرة تروحي. يعني انا قعدت من قبل ما يجيلي التعب، قعدت 3 شهور بنزف، وكنت بلف في نسا. وصلت الحمل، منع الحمل تمام، مش هي اللي عامله نزيف. النزيف ده شكله غريب. الدكتوره تقولي مش عارفه. طب مين اللي يعرف؟ طلع في الاخر بعد ما جالي فشل وغسلت الحمد لله، طلع ان الدم اللي كان بيوصل للكلى عشان تشتغل كان بينزل على شكل نزيف، فللاسف جالها تلف، والتلف جالها فشل. وطبعا عدم من الدكاترة اللي انا كنت تعبانة سنة، وعدم ان محدش عارف يشخصني سنة. يعني كان كله يقولي نقص فيتامينات، ما عندكيش حاجة، انتي كويسة، انتي بتستهبلي. طب يا جماعة تحاليلك كويسة بس انا تعبانة، انا مش قادرة اقف على رجلي، انا بسخن، انا برجع. في عز الصيف، في عز الشتاء انا حرانة، في عز الصيف انا بردانة. ايه؟ لا لا لا، انتي كويسه، هي بس تغيير هرمونات عشان الحمل والرضاعه ومش عارفه ايه وبتاع. خلاص تمام ماشي. سنه تعبانه، سنه عدت، يلا فشل. اغسلي. بعد ما غسلت برضه مش عارفين ايه السبب الفشل. نعمل عينة كلى، عملنا عينة الكلى. ايه ده انت طلع عندك ذئبة بجد؟ والله ده عينة الكلى اللي عرفنا منها. لو ما كناش عملنا عينة الكلى احنا ما كناش عرفنا ان انتي عندك ذئبة. طب عالجوا بقى؟ لا خلاص بقى، بعد فوات الاوان الحمد لله. طب انتي ليه ما تزرعيش؟ خشي ازرعي، روحي ازرعي. طب حاضر، يلا نزرع. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ازرعي، خلي حد من اهلك يديكي. طب انا واحده في يوم وليله جالها فشل، اخلي اهلي؟ انا ايش عرفني؟ ممكن يحصل لي لاهلي، وانا ما اقبلش ان انا، لا. روحي. طب ما تشوفي متبرع من بره، خليه. انت يا بنتي صغيره ايه ده؟ انا مريضة ذئبة، لازم اظبط حاجات الاول كتير علشان اعملها. ده انت لو مريض سكر ولا ضغط جاي تدخل تزرع، ممكن الجسم يرفض الكلى وانت في العملية اصلا. يعني انت ما تستناش تطلع من العملية، ده ممكن. يعني في ناس دخلت زرعت، ركبت زرعت الكلى، فشلت قبل ما تطلع من اوضه العمليات. ده حظوظ. بحب اوضح كمان ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشرب ميه كتير كتير، بالذات في الشتاء، على قد ما نقدر. ونراعي نفسنا ونراعي جسمنا، لان ده ليه حق علينا. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.